سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناه. اليوم البنات غادي نشارك معكم كيك بارد اولا كيك ديال الطبقات. بطبيعه الحال غنصوبوا الكيك بجوج ديال البيضات، ولكن غادي نديروا واحد الكريمه ديال الشكلاط، وغنديروا كريمه ديال الاوريو اللي كتجي واعره بزاف ديال البسكوي. المهم انا غنبدلوا بايو، ولكن تقدروا ديروا اوريو اللي لقيتوه. كما كتشوفوا البنات كتجي الشكل ديالها رائع والمذاق اروع، واعره بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم، وراها بحجم عائلي. نتوما غادي تشوفوا معايا شحال كبيره. نبداو دابا في المقادير وطريقه التحضير. عندي البنات جوج ديال البيضات يكونوا بالحراره ديال الغرفه، ضروري ومؤكد. البيض العادي الحجم ديالو، وغادي نديرو نصف كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 75 غرام. غادي نضيف عليهم البنات باش غادي نسموهم هنايا بصاشيه ديال الفاني. تقدروا تعوضوها بقشر ديال الحامض اولا بقشره ديال البرتقال اللي متوفر عندكم. حتى لما بغيتوش ديروا الفاني تعوضوا باي حاجه، المهم اللي تحيد لكم زفوريه ديال البيض وصافي. غنطربوه مزيان كيف ما كتشوفوا. غنخدم غير بالطراب اليدوي، نطربوه مزيان مزيان حتى يولي عندنا واحد الخليط اللي كيكون كثيف وثقيل. راه كيتبدل اللون ديالو، نتوما غادي تلاحظوا ملي تكونوا خدامين. بالنسبه للمبتدئات راه ما كيعرفوش هاد لي زاستيس، غتعرفوه من غادي تبدل اللون ديالو غيولي بحال هكا. من بعد البنات غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتي. دائما العباره البنات الكاس ديال العنبه اللي كيهز 150 ملي، نصف كاس يعني 75 ملي ديال الزيت النباتي. نخلطهم مزيان مزيان، ومن بعد غادي نضيفوا ليه نصف كاس ديال الحليب اللي يكون دافئ. ضروري ديروا الحليب يكون دافئ، اولا تخلوه في الكوزينه يعني واحد الساعه ولا ساعتين. المهم ما تجبدوش البنات من الثلاجه وديروا مباشره، غيخسر لكم الكيك. هنا غنبداو نضيفوا الدقيق اللي هما 150 غرام ديال الدقيق. صافي غنبدا نضيفو بالتدريج. درت الكاس الاول وغادي نخلط، وغادي نشوف البنات راه كيبقى الدقيق على حسب الحجم ديال البيض، على حسب نوعيه الدقيق. وغادي نشوفوا واش غادي يمتص لينا السوائل اللي غني يعني تقال لنا الخليط اولا لا. المهم ضفت الكاس الاول كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نضيف جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام يعني ما يعادل 16 غرام. وماشي مشكل الا كانت عندكم البنات ديال 7 غرام ضيفوها، ما عندنا حتى شي مشكل، بجوج غيعطيو نفس الارتفاع. انا كنضيف الكاس نصف البنات الكاس الثاني. نضيفوه بالتدريج العبار باش كنعبر 150 غرام بالكؤوس. كنعمرو بالمعلقه يعني ماشي كنجيو نعمرو مدكوك، نو كنعمرو خفيف كتلقاو فيه 100 غرام اولا تعبروا 150 غرام. راه هذيك هي اللي غادي دير. المهم انا كدايره 175 غرام، راه حطيته غير درت 150 غرام فقط. هنا البنات خديت المول، راه غنخلي لكم القطر ديالو في صندوق الوصف. دهنته مزيان بالزبده وبالدقيق اللي تقدروا تماما ديروا. المول هذاك اللي كيتحل غادي نمونطي فيه، انا هذا كبير وما عنديش الصراحه البابي كويسون داكشي علاش درته هو. وغادي نكمل المونتاج ديالها في هذاك اللي كيتحل. غادي نصبوا الكيك كيف ما غتشوفوا بحال هكا، نقادو نوزعوها كامله على يعني على المول ديالنا اولا على اللاطه اللي غادي نطيبوا فيها. اللاطه راه كبيره البنات، داكشي علاش غيبان لكم الخليط ديال الكيك غير قليل. كنونس بزاف وكان خصني كيكه اللي غادي تقدنا كاملين. صافي غنبدا ندير الكيردون ديالها بحال هكا. هنا في هذا الاثناء شعلت الفران من التحت، خليته كيسخن. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال البوطه غنعاود نقولها تشعلوه يدفى، تنقصوا عليه على الحد ديالو، تدخلوها للفران 35 دقيقه وتقلبوا. دائما الفران الفوقاني العافيه شاعله من التحت. اللي عندهم الفران ديال الضو غادي ديروا 170 درجه، تخلوها 35 دقيقه وغادي تشوفوها. ودائما نصيحه تكون العافيه شاعله من التحت فقط. الا كانت خاصها شي حاجه تحمر من الفوق هي هذيك، حيدتها ودرتها في الصينيه ولا في شبكه ترتاح. ومن بعد جيت غادي نمونطيها. راه الفيديو تقطع لي منه شي حاجه. المهم راه درتها ودرت الحليب كيف ما كتشوفوا، ودرت المول باش غادي نقادها في طبق التقديم مباشره وخليتها كتشرب تماك. خديت نصف لتر ديال الحليب، ضفت ليها البنات جوج ديال المعالق ونصف ديال السكر سنيده. هذه باش غادي نحضر الكريمه ديال الشوكولات اللي كتجي في لوغو ديالها بحال دانيت وشوكولا، وحسن منه الصراحه. غنديروا جوج معالق كبار هنا ديال النشا اللي يكونوا عامرين مزيان بومبي باش تقبط لينا الكريمه ما تطيحش. وغنديروا معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي تقدروا تعوضوها بساشيه وحده ديال الكاكاو. ونخلطوا مزيان كلشي بارد، نخلطوا مزيان مزيان البنات بحال هكا كما غتشوفوا. غادي نخلطوا مزيان مزيان، ومن بعد غادي نضيف لهم قطع ديال الشوكولات. الا كان ضيفوه ما كانش ماشي مشكل، شوكولات اسود عادي اللي كناكلو، ماشي بزاف البنات، غير شويه على حسب الذوق وعلى حسب متوفر عندكم. ونديرهم فوق من البوطه مع التحرك دائما على عافيه متوسطه من 10 حتى ل 15 على حسب البوطه ديالكم وكيفاش دايره. ما تزقوش عليها من التحرك باش ما تكلوش لكم
نشا وتخسر. المهم انا درتها فوق من البوطه، خليت لي مقابله من طبيعه الحال، وخديت هنا البسكوي عندي. البسكوي مضوبل كنحلو، حسبت 16 حبه قطعه درتها، حيت منه داك الوسطاني ديالو على الشوكولات ديالو، ما تبقى درتو في الكاس باش غادي نديرو في الكريمه. هذاك البنات اللي خليته صاير هو اللي غادي نزين به. هذاك البنات اللي غنديرو في الكريمه كيف ما كتشوفوا، غادي ندقدقو مزيان بالمدلك كيف ما غتشوفوا، ولا نطحنوه ولا المهم اللي بان لكم راه نتوما تعرفوا. صافي البنات، من بعد ما طابت لي الكريمه ديال الشوكولات كيف ما كتشوفوا، ها هي كيكون هذا هو القوام ديالها. غادي نصبها مباشره فوق من الكيك. ها نتوما كما غتشوفوا راه زربت المقطع. صافي غنصبها بحال هكا ونبقى نقاد الوجه ديالها. المهم هاد الكريمه ديال الشوكولات كيحماقوا على الكبار والصغار، جربوها. وغادي نخليها غير على جنب حدايا فوق من البوطاجي تبرد، يعني ما غاديش ندخلها مباشره للثلاجه. حتى الكيكه البنات راه غادي نقدموا لكم وغادي نقطعوا لكم وهو مازال سخون، لان ما كانش عندي الوقت، كان خصني نطفي باش نمشي نشوف الناس اللي جايين عندي. المهم قاديتها بحال هكا وغادي نخليها على جنب، راه دغيا كتقبط كما كتشوفوا. غادي نحطها وغنمشي نوجد معكم، خليوها تبرد تماما البنات، وغادي نمشي نوجد معكم دابا الكريمه الثانيه اللي هي الكريمه ديال الاوريو. كتجي واعره بزاف. نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيفوا ليه السكر على حسب الذوق، يعني تضيفوا قد ما بغيتو، من 2 حتى ل3. ما تفوتوش 3 بزاف. الا كنتو غادي ديروا شوكولات ابيض ديروا 2 معالق كبار بومبي ديال النشا. دائما النشا تكون بومبي، يعني تكون عامره مزيان، باش الكريمه ملي تجيو تحيدوها من المول اولا ديموليها ما تهبطش لكم وما تسيحش لكم معجنه، تبقى قابطه في روحها، وهكا كتبقى المذاق ديالها زوين. نحركو مزيان مزيان كيف ما غتشوفوا، وغادي نضيفوا البسكوي، وغادي نضيفوا داك الشكلاط الابيض اللي كان وسط من البسكوي. ولا كان عندكم شوكولات ابيض ضيفوها البنات، ما كانش ماشي مشكل، انا راه كان متوفر عندي ضفته، غير باش نعزز النكهه ديال الشوكولا. الصراحه كتجي بنينه بزاف بزاف، جربوها. غنخلطوا الكل بحال هكا، وعاد باش غادي نضيف لهم البنات هذاك البسكوي اللي دقيتو فاش كنت كنوجد الكريمه ديال الشوكولات كيف ما غتشوفوا معايا. صافي غادي نجيو نضيفو نبقاو نحركو مزيان مزيان. المهم راه ما بغيتش نزرب في هذه المقاطع، لان بزاف ديال الناس كيقولوا لي كتزربي، وحنا باغيين نتعلموا لهاد الكريمات اولا باغيين نجربوهم. ما تبقايش تزربي. صافي راه ما زربتهمش. فوق من البوطه البنات من 7 حتى ل 10 دقائق اولا 12 دقيقه على عافيه متوسطه، مع تحرك دائما. وهذه هي النتيجه ديال الكريمه كيف ما كتشوفوا. في هذه المرحله خصها تقال، ولكن ماشي بزاف. هاد الفوق هاد الاخره ما تقلوهاش بحال الاولى. ملي تجيو تكبوها البنات ضروري ديروا معلقه كيف ما درت انايا، باش ما تحفرش لكم هذيك الكريمه مع السخونيه راه كتذوب ويخسر لكم الوجه ديالها. صافي غادي نديروها بحال هكا كما تشوفوا. نحاولوا نزربوا البنات. انا راه مع التصوير راه ضروري يعني كنزرب، ولكن واخا هكاك، حيت انا اللي كنقاد الكاميرا وانا اللي كنصور وانا اللي كندير كلشي، ضروري كتجي شي بلاصه ما مقاداش. المهم نتوما راه غادي تكونوا واقفين على شغلكم راسكم، حاولوا تضربوا باش الوجه ديالها يجي يعني ما فيش هذوك التكتلات. هنا غادي ندير 16 قطعه ديال هذاك البسكوي. انا ما كانش حدايا الصراحه اوريو، قلبت عليه ما لقيتوش. الا لقيتو اوريو ديروه راه كتجي به واعره، غير درت البديل ديالو. المهم نتوما راه عارفين البسكوي غير ديال درهم وقيله ولا مع درهم ونص. المهم اللي لقيتوه ديروا، لقيتو اوريو ديروه، بغيتو حتى تبدلوا ديروا اي نوع يعجبكم. صافي كيف ما كتشوفوا غنخليوها البنات فوق من البوطاجي تتجمد تماما، راه غادي تبان لكم. غادي ندخلوها للثلاجه، خصها ضروري تكال بارده، يعني غتخليوها بين ساعتين حتى لساعتين حتى ل3، يعني قليله واحد 3 سوايع. خليوها تبرد تماما. كل ما بردت الكريمه كتجي معلكه وكتجي كريميه وكتجي بنينه بزاف. ما ديروهاش مباشره، واخا تكونوا مزروبين ما تهزوهاش وديروها مباشره في يعني هي مازال ما برداتش وديروها في الثلاجه، راه غادي ترجع ليها الصهد وغادي تخسر. هنا البنات انا ديموليتها بلا ما ندخلها للثلاجه بتاتا. هنا مازال ما دخلش الثلاجه، مازال سخونه، ولكن خصني نكمل الفيديو. صافي هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي نقطع معكم. راه مازال سايحه، ملي غتدخلوها للثلاجه ما غتسيحش بتاتا، غتجمع وهذيك الكريمه كتقبط في راسها وكتبقى يعني كيولي فيها واحد المذاق اللي واعر كما غتشوفوا. ومع ذلك الكريمه راه شاده في راسها شويه، باقي غير الكريمه الفوقانيه اللي ما عطيتهاش وقت. المهم هي هذه البنات بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه يا ريت تابوناو وتفعلوا الجرس بالكل، وهكا توصلوا بكل جديد. وتشوفوا البنات في صندوق الوصف اولا في البلاي ليست في القناه كاينين بزاف ديال الكيكات اللي ناجحين ساهلين وبساط بطبيعه الحال بحجم عائلي، كيحمروا الوجه مع الضياف. الصراحه شوفوا البنات كيفاش دايره، كتحمق
صراحه كتحمق، جربوها، ما غاديش نبقى نقول لكم كتحمق، خاصكم تذوقوها. وما تنساونيش من اللايكات ديالكم يا رجال.